السلام عليكم. بس يا جماعه المشكله اللي معانا في الموتوسيكل ده، الراجل صاحب الموتوسيكل ده جاي بيشتكي ان الغيارات مش شغاله، علما بان الموتوسيكل لسه حالل الموتور ده لسه محلول ومعمول له عمره. تمام، ايا كان السبب اللي فيه ايه ده مش قصتنا. بس دلوقتي المشكله اللي في المكنه ان هي ما بتقراش في العداد غيارات. طبعا انا شيكت هنا على الفيشه دي. تمام، الفيشه دي المفروض بتدي ارضي، يعني المفروض الفيشه دي على لمبه البيان تشتغل معايا ارضي كويس كده. فالفيشه دي مفيش فيها اي بيان خالص. طيب انا بحل هنا تمام عشان اشوف المشكله فين. ببص المكنه دي لسه يا جماعه محلوله، موتورها لسه محلول اول امبارح. تمام، بحل عشان اشوف المشكله هنا في الساعه بتاعه الغيارات ولا فين. لقيت المشكله اهي قدامي. بص كده، بص كده معايا، شايف ده حته النحاسه دي؟ النحاسه دي ضغطه لجوه. بص الشوكه اهي تمام داخله جوه. المفروض النحاسه دي بيكون تحتيها سوسته تمام، وبتكون بره شويه. ليه بره شويه؟ على اساس ان هي تلمس هنا معايا في النحاس ده. النحاس ده زي ما واضح قدام حضراتكم تمام. النحاس ده المفروض لما انت بتدي الموتوسيكل غيار، سواء بقى اول تاني تالت رابع خامس تمام، بيلمس هنا، بيدي معايا في الفيشه دي ارضي تمام عشان يوصل للعداد. فانا طبعا لما حليت لقيت المشكله اللي هي دي، حته النحاسه. طيب ايه اللي حصل؟ النحاسه ايه ضغطه جوه خالص اهي تمام، النحاسه ضغطه جوه خالص ومفيش تحتيها سوسته. طبعا دي مشكله، علشان اطلعها يعني هتقرفني شويه تمام عشان اطلعها، بس ان شاء الله يعني هحاول اطلعها واشوف لها سوسته واركبها لها. دي من ضمن الحاجات يا جماعه اللي هي بتعمل مشكله، وحاجات يعني خفيه شويه. طيب تعالوا يا جماعه نشوف الفكره اللي انا بقول لكم عليها، اللي هو القياس اللي المفروض بيديني على الفيشه دي ارضي. طبعا انا المفك التيست ده انا المفروض انا مركبه على الطرف اللي هو الموجب تمام، وهنزل هنا المفروض يديني سالب. لاحظ كده معايا المفك لما المسه على الجسم اللي هو بتاع المكنه، اللي هو سواء بقى النحاسه اللي جوه دي، كده كده النحاسه اللي جوه دي اصلا بتبقى ارضي. لاحظ معايا كده لما هلمسه، بص المفك ينور معايا ازاي اهو. ده اللي بيحصل بالظبط في الساعه دي. الساعه دي كده تمام بتاعه الغيارات، كل ما حاجه هنا، كل ما النحاسه بتلمس في نحاسه من دول، كل نحاسه من دول ليها رقم معين في الغيارات. طبعا يا جماعه ده البنز بعد ما طلعناه تمام، احنا حاولنا ما نبوظوش، بس على قد ما نقدر يعني حاولنا ان احنا نطلعه يبقى شغال الى حد ما تمام. هو كده شغال ما بصش، ده كده شغال اهو ما بصش تمام. الناحيه دي اللي بتبقى من ايه، من جوه تمام. احنا طلعنا اهو البنز خلاص، بس المشكله في السوسته. طبعا احنا هنشوف له الحل للسوسته دي علشان نرجع نشغله تاني. طبعا دي المعدات اللي احنا اشتغلنا بيها، اشتغلنا ببنطه يعني 1 مللي عشان نقدر نطلعه سليم ونحافظ عليه وما نبوظش اي حاجه. البنطه ال1 مللي دي طلعنا بيها تمام، وطلعنا استخدمنا المسمار ده عشان نشده، استخدمنا طبعا المكيته تمام باللقمه بتاعتها، والحمد لله طلعناه سليم. وهنحل المشكله، لان الموضوع ده يا جماعه كان محتاج حل موتور. ده كان صعب ان هو يطلع كده، يا اما هيطلع ويتلف تمام وهيبوظ مكان الساقيه هنا جوه تمام، يا اما كان يطلع بطريقه كويسه. بس يعني هو الراجل صاحب المكنه ربنا بيحبه، والحمد لله ايه طلعناه سليم. وهنشوف له سوسته ان شاء الله ونرجع نشغله تاني. يلا سلام عليكم.